السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل المولتو او هنعمل ميني كرواسون هش جدا وخفيف واقتصادي بدون زبده، وهنعمله بالزيت وكمان من غير توريق، وهيكون حلو قوي وزي الجاهز واحسن كمان. يلا بينا نشوف عملناه ازاي. بس الاول لو مش مشتركه في القناه اشتركي وفعلي الجرس وما تنسيش اللايك، ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونشوف عملناه ازاي. معايا معلقتين كبار سكر ومعلقه ممسوحه خميره، ومعايا نص معلقه صغيره بيكنج باودر، ودي كوبايه الا ربع زبادي، ونص كوبايه ميه دافيه، ودي ربع كوبايه زيت. دلوقتي هجيب البوله اللي انا هعجن فيها، احط فيها الاول نص كوبايه الميه الدافيه ومعلقه الخميره الفوريه الممسوحه، او تكون معلقه الا ربع لو مليانه، واحط كمان ربع كوبايه الزيت، واقلب كويس لحد ما الخميره تدوب والزيت يمتزج في الخليط كويس. عايزه تعمليه طبعا بزبادي خالص هتعمليه، او بميه او بلبن زي ما انت عايزه. لو هتعمليه بميه حطي عليه معلقتين لبن بودره، او ممكن تعمليه بلبن حليب. حطيت كوبايه الزبادي، هقلب بقى تاني كويس لحد ما الخليط برضو يمتسك تاني خالص. دلوقتي هجيب الدقيق، حطيت عليه نص معلقه صغيره ملح ومعلقه صغيره بيكنج باودر، اقلب بقى كويس كده. قلبت الدقيق مع الملح بالبيكنج باودر. دلوقتي بقى هحطه على الخليط بتاعي. معايا نص كيلو دقيق او 3 كوبايات كده بالكوبايه المعياريه، ودي معلقه خل. طبعا معلقه خل اللي بتساعد على الهشاشه بتاعته وكمان بتخلي لونه فاتح. دلوقتي احط الدقيق ده نص كيلو بالكوبايه الكبيره كده المعياريه الكبيره، هتبقى 3 كوبايات. لو بالمج العادي هتبقى 4 كوبايات. هقلب كويس واعجنها كويس، لازم طبعا اعجنها كويس عشان خاطر اديها عرق جامد. تجيبي بقى دقيق خاص بالمعجنات او دقيق عادي زي ما انت عايزه، وخلينا نعجن فيه كده فتره حلوه. لازم اعجن فيه شويه حلوين كده عشان خاطر يبقى فيه العرق بتاعه كده ويكون حلو لحد العجينه ما تنعم معايا. وكل ما اعجن شويه اسيبها ترتاح 5 دقايق وارجع اعجن تاني. ده بيخلي العجينه تكون ناعمه معايا وكمان يكون فيها عرق حلو. افضل اعجن فيها بقى كده، وكمان لو احتاجت مني ميه احط. هي كده طبعا ناشفه لسه، فاحط لها كده ربع كوبايه ميه كمان. انا هخلي الربع كوبايه ميه دي ابل بيها ايدي بس كده، كل شويه اخد نقطتين ميه كده ابل بيهم ايدي، واقلب في العجينه واعجن كويس كده لحد ما تديني عجينه طريه. لازم تديني عجينه طريه وملزقه، بتكون العجينه خفيفه وهشه. بيكون بقى الكرواسون بتاعي كده دليل على انه خفيف قوي كده، ويكون هش معايا ومنفوخ. عجنه كويس كده خلاص، العجينه حلوه طريه كده وكمان بتمط قوي معايا كده، فيها عرق كويس. وكمان لما اشيلها واخبطها كذا مره كده هيديها عرق كويس وتخلي العجينه تكون حلوه معايا. وكل ما اعجن اريحها دقيقتين وارجع اعجن تاني. بعد ما خلصتها عجن احط عليها معلقه زيت المها بيه، المها بمعلقه زيت واغطيها واسيبها تخمر. اسيبها في مكان دافي حوالي نص ساعه هتخمر معايا. غطيتها بورق استرتش وبعد كده احط عليها فوطه واسيبها. بعد نص ساعه هبص عليها، خمرت كده خلاص كويس، ارتفعت معايا. دلوقتي بقى هنزلها من الطبق على شويه دقيق. حطيت حبه دقيق كده على الرخامه، وهنزل بالعجينه بتاعتي. فردتها زي ما هي بس كده، وقطعتها بقى باي سكينه. تقطعيها كده بالسكينه 4 أو 3 زي ما انت عايزه. انا قطعتها كده 4 اجزاء، وهكور كل جزء بقى لوحده واركنه على جنب شويه لحد ما يخمر. كده كورتهم. هفردهم برضو نص فرده كده، ما تفرديهم نص فرده كده بيسهلوا معاكي لما تيجي تفرديهم تاني. لازم طبعا بعد ما فردتهم كده سبتهم ربع ساعه يرتاحوا. اخد واحده بواحده وبالنشابه كده افردها سمكه حوالي نص سنتي، واقطع بقى الحجم اللي انا عايزاه. لو انا عايزه الكرواسون كبيره اقطعها كبيره، انا هقطعه كده رفيع خالص عشان خاطر يديني كرواسون صغير ميني كرواسون. قطعته كده رفيع الربع كده حوالي 4 أو 5. وحطيت شوكولاته نوتيلا من اللي احنا عاملينها الاقتصاديه دي، او ممكن تحطي مكعبات شوكولاته او اي شوكولاته انت عايزه تحطيها، او ممكن تحشيها جبنه برضو او مربى زي ما انت عايزه. تحطي حوالي نص معلقه او ربع معلقه صغيره بس عشان خاطر ما يخرجش منها. حطيت عليها كلها عشان خاطر تسهل عليا الفرد. طبعا معايا الصينيه مدهونه زيت، لازم صينيه تكوني دهناها زيت، او لو صاج عندك بقى متعوده ان انت تخبزي فيه ومش بتدهنيه هتكوني طبعا عارفه الصاج بتاعك. الصينيه دي انا دهناها كده زيت بالفرشه خفيفه، وابدا بقى امسك واحده بواحده امطها كده والفها. تلفيها كده وتخلي القفل بتاعها لتحت، تحطيها في الصينيه على القفل بتاعها كده لتحت عشان خاطر لما تخمر ما تفتحش معانا. تمطيها كده عشان تديكي لفات اكتر. الف كله على طول، لازم تمطيها كده. الحجم الصغير ده جميل قوي، نفس الميني مولتو كده الجاهز، وهيديك عدد كبير جدا. الف كله لحد ما اخلص الكميه كلها. الحجم ده حلو قوي زي الجاهز بالظبط، هيعمل معاكي كميه كبيره
وهتحسي ان نص كيلو كده فرق معاكي قوي. هعمل معاكي كميه كبيره، مش هيتكلف معاكي حاجه، هو ربع كوبايه زيت والنص كيلو دقيق والحشوه اللي انت عايزاها، او ممكن تسيبيها ساده زي ما انت عايزه. بعد ما عملتهم كلهم حطيتهم في مكان دافي، لازم يخمروا كويس، لان لو ما خمروش كويس مش هيرفعوا معايا ويكونوا هشين كده وخفاف. حطيتهم حوالي نص ساعه تاني خمروا، ودلوقتي الوش بتاعهم هدهنه بقى اي حاجه، عايزه تدهنيه لبن او تدهنيه بيض زي ما انت عايزه. انا دلوقتي حطيت ميه بسكر بس وهدهنه بالفرشه كده. والاحسن لو عندك بخاخه، لان ممكن الفرشه تخبطه كده وتخليه يهبط من الخمر بتاعه. طبعا دلوقتي انا مشغله النار على 200 او 220، خليه على حراره عاليه عشان خاطر طبعا هو صغير، فعشان ما ينشفش معاكي. وحاطه الشبكه فوق الصاجه على طول. خد معايا ربع ساعه، من تحت الظهر بتاعه اصفر، ولعت الشوايه عليه دقيقتين احمر وكده بقى حلو قوي. طلع معايا. طبعا لو عايزه افتح من كده برضو براحتك. انا عملت الجزء دوت احمر شويه والجزء التاني كان افتح شويه. اول ما يطلع لازم تبخيه ميه على طول، حبه ميه كده، او تبلي الفوطه وتحطيها عليه، تخلي الفوطه مبلوله كده ومنديه بس كده، وتغطيها بيه عشان خاطر يبقى طري، لان طبعا بيكون طالع من الفرن ناشف. اول ما تبلي الفوطه كده وتعصريها كويس وتغطيه بيها هتلاقيه بقى طري. انا رشيته كده بخة ميه خفيفه وغطيته بالفوطه 5 دقايق، هتلاقيه وبقى طري خالص وحلو جدا. عمل معايا كميه كبيره جدا وطعمه حلو قوي، احسن من الجاهز كمان، بربع كوبايه زيت مش اكتر من كده. انا عملته قبل كده برضو بالزبده، وقطعته وعملت له طريقه التوريق زي الافران الكبيره، وبرضو كان حلو. بس الطريقه دي ما اختلفتش عنها كتير، طعمها حلو قوي برضو واقتصادي جدا، بحبه زيت برضو هش وخفيف وطعمه حلو. ممكن تسيبيه ساده وتحطي على تزينيه عليه من بره شوكولاته من بره سايحه كده، او تحشيه بقى من قلبيه زي ما انت عايزه. حلو قوي للفطار الصبح قبل المدرسه، او الولاد ياخدوه كده بدل السندوتشات، برضو حلو قوي. عمل معايا كميه كبيره وما تكلفش معايا حاجه، ساعه واحده كنت عملت كميه حلوه قوي، وطعمه احلى من الجاهز كمان. بس كده، اتمنى تجربيه وان شاء الله يعجبك. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.